بيبدأ المسلسل مع واحد اسمه حسام، واللي بنعرف إنه بيشتغل طيار، وبنشوفه وهو بيجهز علشان يروح شغله. وبيتفاجئ حسام لما بيفتح الباب وبيلاقي كريم صاحبه، واللي بيظهر عليه إنه سكران، وده لأنه كان سهران في الأوتيل اللي بيشتغل فيه. وبيبقى معاه بنتين كمان، وده لأن كريم بيحب الستات جدا وعنده علاقات كتير. وبيضطر حسام إنه يستناه لحد ما يمشي، وبيطلب منه إنه يتحرك بسرعة، وده لأن ميعاد طيارته قرب. ولما بيوصل حسام للمطار بتتصل سما خطيبته بيه، وبيظهر إن هي بتتكلم كتير جدا لدرجة إنه حسام بيقفل التليفون من غير ما تخلص كلامها، وده لأن لو سلم لها دماغه مش هيخلص. وفي الطيارة بنشوف باكينام هانم، واللي بتبقى متضايقة إن سحر الخدامة بتاعتها قاعدة معاها في نفس الدرجة، وبتطلب من المضيفة إنها تقعدها في درجة أقل. وفي مكان تاني على الطيارة بيظهر الدكتور شاكر، واللي بيكون دكتور في أكاديمية الفنون، وبيتضايق لما بيشوف إيهاب لعيب الكورة وهو بيتصور مع الناس، وبيظهر عليه إنه غيران منه، ده لأنه كان نفسه يبقى مشهور زيه. وبيتكلم عاطف اللي قاعد جنبه معاه، وبيعرفوا إن إيهاب جاب جون بإيده من وقتها وهو مشهور. وفي الوقت ده بيظهر باني، واللي بيبان عليه إنه بيحب الأكل جدا لدرجة إنه بياخد وجبتين من المضيفة. وبترجع سحر لمكانها وبتلاقي بكنام نايمة، فبتستغل الفرصة وبتلبس الدهب بتاعها، وبتبقى مبسوطة جدا ساعتها. وبيستغرب شاكر من انفعالات عاطف، وده لأنه بيضحك وبيعيط في نفس الوقت. فبيعرفوا عاطف إن هو بيعاني من مرض اسمه التقلقل العاطفي، وإنه مرض نادر وبيجيب له نوبات ضحك وبكا في أوقات غلط. وبنرجع لحسام واللي بيرفض طلب زميله بإنهم يساعدوا زميلهم المريض ويشتغلوا مكانه. وفجأة بتبدأ محركات الطيارة إنها تتحرق، وبيحاول حسام إنه يسيطر على الوضع لكنه بيفشل وبتقع الطيارة في البحر. وبعد شهر بنشوف حسام وهو في المستشفى، وده لأنه في غيبوبة من ساعة الحادثة. وفي الوقت ده بتبدأ إيده إنها تتحرك وبيفوق، وأول حاجة بيسأل عنها إن كان في حد من أهله موجود. فبتعرفه الممرضة إن خطيبته ما سابتهوش من ساعة الحادثة، وإن هي بتزوره كل يوم. وبتعرفه كمان إن كريم صاحبه هو اللي موجود حاليا، واللي بيفرح كريم أول ما بيعرف إنه حسام أخيرا فاق. وبيعرفوا إن سامع جدع جدا وما سابتهوش، وبيطلب منه إنه يرتاح لحد ما ينادي على الدكتور. وأول ما كريم بيمشي بيظهر عاطف، واللي بيفضل يضحك ويعيط في نفس الوقت. فبيستغرب حسام وبيفتكر إنه مريض في المستشفى. وبعدها بيوصل الدكتور وبيقول لحسام إنهم هيعملوا أشعة على المخ علشان يطمنوا على حالته. وبعدها بيستنى حسام نتيجة الأشعة في نفس الوقت اللي بيظهر فيه شاكر، وبيعرف نفسه إنه دكتور. فبيفتكروا حسام إنه بيشتغل في المستشفى، وبيفضل يتكلم معاه عن حالته. وبيطلب شاكر منه إنه يرجع بيته، ده لأنه بقى كويس خلاص. فبيفرح حسام جدا، وفجأة بيختفي شاكر من قدامه لما الدكتور بيوصل. واللي بيستغرب لما حسام بيسأله عن شاكر، وبيقول له إن ما فيش حد بالاسم ده بيشتغل في المستشفى. فبيستغرب حسام أكتر لما الدكتور بيطلب منه إنه يقعد 3 أيام كمان في المستشفى. وبعدها بتوصل سما وبيبقى معاها صلاح ابن خالتها، واللي بنعرف إنه بيحبها وكان عايز يخطبها، وعلشان كده حسام مش بيحبه. وبيتعصب لما صلاح بيدلع خطيبته قدامه. وفي أثناء ما بيتكلموا بيشوف حسام شاكر وهو ماشي مع باكينام، وبيقول ساعتها لكريم عليه، لكن مفيش حد بيبقى شايفه غيره وقتها. فبيستغرب جدا حسام ومش بيبقى فاهم حاجة. وبمجرد ما بيدخل الأسانسير بيشوف كل الناس اللي كانوا على الطيارة، وبيتفاجئ لما بيعرف إن هم أرواح الناس اللي كانوا معاه على نفس الطيارة. وفي نفس الوقت بتكون في دكتورة واقفة وبتستغرب لما بتشوف حسام وهو بيكلم نفسه، وبتسأله عن الإشاعات اللي معاه، وبتفهم حالته لما بتعرف إنها إشاعات على المخ. وبعدها بتبدأ باكينام تعرفه على كل الموجودين. فبيضحك حسام وبيفتكر إنهم بيهزروا. ولما بيرجع أوضته بتعرفه سما إن هي عرفت إن مفيش حد اسمه شاكر في المستشفى. فبيتفاجئ حسام لما بيشوف كل الأرواح قدامه، وبتقوله سما إن هي مش شايفة أي حد. وبيتصدم لما كريم بيدخل عليهم كمان وبيأكد كلام سما، وساعتها بيتعب حسام جدا وبيفقد وعيه. وبعدها بتتجمع الأرواح وبتقول لهم باكينام إنهم لازم يظهروا لحسام واحد ورا واحد، وبيتخانقوا مع بعض ساعتها علشان الشخص اللي هيختاروه. فبيتعصب عاطف عليهم وبيطلب منهم إنهم يهدوا. وبنرجع لحسام واللي بيفوق، وبيعرفوا كريم إن الدكتور بتاع الشركة هيكشف عليه علشان يتأكد إنه كويس وإذا كان ينفع يخرج من المستشفى. فبيطمنوا حسام وبيقولوا إنه كويس وإنه هيقدر إنه يتكلم مع المدير، لكن ده ما بيحصلش، وده لأن سحر بتظهر له. وساعتها بيفتكر حسام إنه بيهلوس وإن الدكتور بتاع الشركة روح زيها، وبيتخانق معاه وبيضربه. فبيتدخل كريم بسرعة وبيعرفوا الحقيقة. فبيحكي
وبيحس حسام إنه هيتجنن وبيهرب بسرعة من المستشفى. وبيركب وقتها حسام مع سواق ميكروباص، واللي بيستغرب لما بيشوف حسام وهو بيتكلم مع ناس مش موجودين وبينزله في الشارع وقدام الجامع. فبيستغل حسام الفرصة وبيدخل يحكي للشيخ عن اللي بيحصل له، فبيطمنه الشيخ وبيقوله إنه هيدعيله علشان الشياطين تبعد عنه. لكن حسام بيكتشف إن مفيش حل لما بيسمع الأرواح وهي بترد على دعاء الشيخ وبيقولوا آمين. وبعدها بيوصل حسام لبيته وبيلاقي كريم مستنيه، ومش بيبقوا عارفين يدخلوا البيت وده لأن المفتاح مش معاهم. فبيتصل كريم بسما علشان تجيب المفاتيح، وفي نفس الوقت بيدور على أي شباك مفتوح علشان يدخل منه. وفي الوقت ده بيدخل إيهاب البيت والباب مقفول، وبينبهر هو وبقية الأرواح ببيت حسام. وبيحاول وقتها إيهاب إنه يتحكم في ريموت التلفزيون وبينجح في إنه يفتحه. وساعتها بيجيلهم فكرة إن إيهاب يقدر يفتح باب البيت علشان حسام يدخل ويعرفوا يتكلموا معاه. وبيخاف كريم لما بيرجع ومش بيلاقيه موجود، وبتحاول باكينام إنها تشرح لحسام الوضع وبتقوله إنهم أرواح معلقة، وده لأنهم كانوا عايزين يحققوا حاجات كتير في الدنيا ومعرفوش، وبيطلبوا منه إنه ينفذ طلباتهم علشان يرتاحوا. وساعتها بيتكلم عاطف وبيطلب منه إنه يحقق طلبه الأول، وبيبقى متأثر وبيعيط وفجأة بيضحك. فبيستغرب حسام ومش بيبقى فاهم حاجة، وبيتخانقوا كلهم علشان طلباتهم تتحقق الأول. لكن باكينام بتهديهم وبتقول لحسام إنهم هيسيبوه لحد ما يهدى وهيرجعوا تاني. وفي الوقت ده بتوصل سما وبتبقى قلقانة جدا من كلام حسام، وبتحاول هي وكريم إنهم يتعاملوا معاه كويس، وبتطلب من خطيبها إنه يروح معاها البيت وده لأن والدتها عازماه. فبيرفض حسام في الأول لكنه بيوافق لما بيعرف إن صلاح هيبقى موجود. ولكنه لما بيوصل بتعامله حماته بطريقة وحشة جدا وبيظهر إنها مش بتحبه. وبيتعصب حسام لما سحر بتظهر له وبيفضل يتكلم معاها قدام كل الموجودين، واللي بيتفاجئوا ومش بيبقوا فاهمين حاجة. فبيدخل وقتها حسام الحمام علشان يقدر يتكلم مع سحر، واللي بتطلب منه انه يحقق لها طلبها هي الاول. فبيرفض حسام وبيقول لها انه مش هيعمل لها حاجه. فبتنتقم سحر منه وبتبدا روحها انها تلبس جسمه. وساعتها بيتصرف حسام قدام كل الموجودين كانه خدامه وبيتفضح قدام اهل سما. ولما بيرجع للبيت بيتعصب على الارواح وبيحذرهم منهم يلبسوه تاني، لكنهم مش بيسمعوا كلامه وبيضحكوا عليه. وبتتحول حياه حسام لجحيم بسبب الارواح ومش بيبقى عارف يرجع لحياته. ومش بس كده لكنه كمان بيتفضح قدام لجنة التحقيق بتاعة الشركة، واللي بيفتكروا انه مجنون لما بيشوفوه هو بيكلم نفسه. وبيتعصب على الارواح لما بيرجع البيت. وفي الوقت ده بيلاحظوا كلهم ان في حد غيرهم موجود، وبيتفاجئ حسام لما بيدخل الأوضة وبيلاقي جدته، واللي بتروح له البيت علشان تطمن عليه. وبتعرفوا ان هي خدت المفتاح من سما. وبيتضايق حسام لما بيعرف ان جدته هتقعد معاه في البيت فترة لحد ما يبقى كويس، لكن العكس هو اللي بيحصل وبتخلي حسام هو اللي يخدمها. وبتفضل تطلب منه طلبات كتير جدا لحد ما حسام بيتضايق وبيزهق. وتاني يوم بيقعد الأرواح مع حسام، واللي بيتضايق منهم وبيقول لهم إنه عايز يقعد لوحده شوية. فبتفكر وقتها باكينام إنهم بقوا في الوضع ده بسببه. وبيتكلم وقتها باني وبيقترح عليه إنه يعمل زار علشان يمشوا وأرواحهم ترتاح. وبيعجبوا كلهم باقتراح باني واللي بيوافقوا عليه. وبيقرر حسام إنه يعمل زار فعلا، ولكنه بيتفاجئ لما بيعرف إنها فرقة شارموفز هما اللي هيعملوه، واللي بيفضلوا يغنوا في البيت وبيرقصوا كلهم حتى الأرواح لحد ما شرطة بتوصل. وده لأن جارة حسام قدمت فيه بلاغ إزعاج. وبتنجح سما إن هي تخرجه من السجن بعد ما بتقتنع جارة حسام إن هو متوتر بس بسبب إن فرحهم قرب. وبتوافق جارته إن هي تتنازل عن المحضر. وفي الطريق بتفضل سما تتكلم وبتلوم حسام وده لأنه بقى رد سجون. وبيضطر كريم إنه يجاريها في الكلام علشان سما تسكت. وبيكذب وقتها حسام عليها وبيقول لها إن هو خلاص مش هيتكلم في موضوع الأرواح تاني، وإن الموضوع في خياله بس. في نفس الوقت اللي الأرواح كلهم بيظهروا قدامه، فبيقرر حسام إنه يستسلم لطلبات الأرواح وبيقول لهم إنه موافق ينفذ طلباتهم. وبيعملوا وقتها كلهم قرعة علشان يشوفوا مين اللي هيبدأ الأول. وبيختاروا إيهاب، واللي بيحكي عن رئيس النادي بتاعه واللي بيكون اسمه فاروق. وبيقول إيهاب إنه راجل فاسد وإن هو الوحيد اللي عارف كل أسراره. وبيحكي إيهاب عن الماتش اللي لعبه وبيقول إن فاروق كان شاري الحكم علشان النادي بتاعهم يكسب. وساعتها إيهاب جاب جون بإيده بعد ما فشل إنه يجيبه بدماغه. وساعتها الحكم صفر وكسبوا الماتش، وعلشان كده وهو من وقتها حاسس بالذنب. وبيطلب وقتها إيهاب من حسام إنه يساعده
يساعدوا علشان الفريق اللي كان قصادهم يكسب في ماتش الفيصل وحقهم يرجع لهم. وبيقول لإيهاب إن فاروق بيصطاد أي حد فيه ميزة، فبيقترح عاطف إن حسام يقدم نفسه كمدير فني مشهور جدا بره مصر، وبعدها فاروق يشتريه ويدمر الفريق بتاعه. فبيعترض حسام ساعتها وده لأنه ملوش في الكورة، فبيقول له شاكر على الطريقة اللي هيدخل بيها على فاروق، وإنه يبقى معاه بنتين يساعدوه يحضر نفسه كويس. وبيعرفوا إيهاب إن فاروق بيعمل حفلات دايما في بيته، وإنه هيقدر يدخل لو خد كريم ومعاه البنتين، وساعتها هيقدر إنه يقرب منه. وتاني يوم بتروح سما لحسام وبتعرفه إنه جالها شغل وإن صلاح ابن خالتها هو اللي جابه لها. فبيتضايق حسام وبيفكرها إنه مش بيحب صلاح، وبيقول لها إن هو اللي هيروح معاها مكانه. فبيفكروا إيهاب بميعاد الحفلة، فبيتراجع حسام وبيوافق إن صلاح يوصل سما للشركة اللي هتشتغل فيها. ولما بيجي الليل بيروح حسام للحفلة وبيتفاجئ لما بيشوف البنات اللي كريم جابهم، وده لأنهم مش عارفين يتكلموا إنجليزي وبيبقوا لابسين عبايات. فبيطمنوا كريم وبيقولوا إنه حفظهم الكلام اللي هم هيقولوه. وبيتصدم حسام أكتر لما بيدخل الحفلة وبيلاقي سما موجودة فيها مع صلاح، وبيضطر إن هو يبعد علشان الخطة بتاعته ما تبص. وبيظهر وقتها إن سما هتشتغل مع فاروق في الشركة بتاعته، علشان كده هي حضرت الحفلة، وبتبقى حاسة بالذنب لأنها كدبت على حسام ومعرفتهوش هي هتروح فين. وفي الوقت ده بينفذ حسام خطته وبيقف جنب فاروق وبيتكلم هو وكريم بصوت عالي علشان يعرفوا إن هو مدير فني محترف. لكن فاروق مش بيصدقه وبيسأله هو مين وإزاي دخل الحفلة بتاعته. فبيرتبك وقتها حسام، وفي الوقت ده بيجيله فكرة لما بيشوف صلاح، وساعتها بيقول لفاروق إن هو تبع صلاح. وبعدها بيكلم سما وبيتعصب عليها وبيطلب منها إن هي تسيبه مع صلاح، واللي بيتفاجئ لما حسام بيشكره لأنه جاب شغل لخطيبته. وبعدها بيبدأ إنه يتكلم معاه وبيطلب منه إنه يعرفه على فاروق، وده لأنه ناوي يشتغل في الكورة. فبيوافق صلاح على طول، لكنه بيرجع في كلامه لما بيتكلم مع فاروق وبيقول له إنه حسام طيار. فبيتضايق حسام، ولما بيرجع للبيت بيحكي لسما على اللي حصل، واللي مش بتبقى مصدقة أي حاجة من اللي بيقولها حسام. فبيقرر حسام إنه يثبت لها اللي بيشوفه وبيخليها تعمل حركات هو مش شايفها. وبتتصدم سما لما بيجاوب كله صح وبيقول لها على اللي هي كانت بتعمله، وكمان بيخلي الأرواح يشغلوا التلفزيون قدامها. فبتخاف سما وبتفقد وعيها، لكنها بتصدقه لما بتفوق وبتقول لحسام إن هي هتقف جنبه وهتساعده إنه ينفذ طلبات الأرواح. وبيتفاجئ حسام تاني يوم لما باني بيصحي من النوم وبيطلب منه ايد جدته ده لانه معجب بيها. فبيخرجوا حسام من الاوضه وبيمنعوا انه يقرب من جدته تاني. وبعدها بيقعد مع ايهاب وبيعرف منه ان فاروق تاجر اغذيه فاسده، وان الاوراق اللي بتثبت ده موجوده في الخزنه بتاعته. فبيتعصب عليه حسام وده لانه مش بيقول له عن الموضوع من الاول. ولما بتعرف سما بتقترح عليه انه يروح معاها مكتب فاروق وياخد الاوراق، واللي بيقول لفاروق ان خطيبته عندها افكار كتير جدا علشان تطور النادي. فبيتحمس فاروق وبيعرض عليها انهم يخرجوا بره المكتب علشان يعرفوا يتكلموا. فبيتحجج حسام وبيطلب منهم انهم يفضلوا قاعدين لحد ما فاروق بيعرض عليه انه يفضل في المكتب لحد ما يرجع هو وسما. فبيوافق حسام، وساعتها بيحاول انه يفتح الخزنه، وده لان ايهاب كان عارف ان الرقم السري بتاريخ عيد ميلاد والدة فاروق، لكن الرقم بيطلع غلط. وبيفضلوا يجربوا ارقام كتير في نفس الوقت اللي سما بتقول فيه افكارها لفاروق، واللي مش بيقتنع باي فكره من اللي هي بتقولها. وبتفضل سما تتكلم كتير علشان تضيع وقت. وبنرجع لحسام واللي بينجح انه يعرف الرقم في اخر لحظه وبياخد الملفات في نفس الوقت اللي فاروق بيدخل فيه المكتب. وبيودعه حسام وبيخرج من غير ما يلاحظ حاجه. وتاني يوم بيروح لحسام المكتب وبيهدده بالملف اللي معاه، وبيطلب من فاروق انه يمضيله على عقد المدير الفني للنادي، وبيحط شرط جزائي لنفسه 100 مليون جنيه علشان لو فسخوا العقد. وبعدها على طول بتوصل الشرطه وبيقبضوا على فاروق. وبيبدأ حسام شغله في النادي، وأول ما بيوصل بيعرفوا الأمن إن مدير رئيس النادي عايزه في المكتب. وبيستغرب حسام لما إيهاب بيقوله إنه عامل له مفاجأة ومش بيرضى يقوله هي إيه. وبيتصدم وقتها حسام لما بيدخل المكتب وبيكتشف المفاجأة، وهي إن صلاح هو نائب رئيس النادي، واللي بيتعصب وبيبقى عايز يطرد حسام لكنه مش بيعرف بسبب الشرط الجزائي. وبيفكروا إن هو هيطرده لو الفريق خسر في الماتش الجاي. فبيتعامل مع حسام ببرود ومش بيهتم بكلامه وبيسيبه وبيمشي. وبعدها بيقابل حسام الفريق وبيبدأ يعلمهم ازاي يضيعوا الوقت، وبيبقى هدفه انه يخلي الفريق يفشل ويخسروا في الماتش قدام الفريق التاني، واللي ايهاب عايزه يكسب علشان ما يحسش بالذنب. ولما بترجع سما البيت بتتخانق والدتها معاها، وده لانها عرفت من صلاح ان خطيبها بقى بيشتغل في النادي، وبتسألها عن الوقت اللي هتتجوز فيه. فبترتبك سما وبتحاول انها تهرب من مواجهة والدتها وبتسيبهم وبتدخل تنام. وتاني يوم بتتخانق سما مع حسام بسبب كلام والدتها، وبتسأله عن ميعاد فرحهم.
يصالحهم. فبيقول لها حسام إنه مش هيقدر يتجوزها غير لما كل الأرواح تختفي، وده لأنه ساعتها هيقعد في الفرح يكلم نفسه. وبعدها بيحط حسام الخطة اللي الفريق هيمشي عليها، واللي بيطلب منهم إنهم يصحوا متأخر وكمان ياكلوا أكل فيه دهون كتير ويضيعوا في الوقت. وبيدخل وقتها صلاح عليهم، واللي بيقول لحسام إن هو عارف خطته، وبيظهر إن هو عارف اللي بيحصل من واحد في الفريق اسمه عصفورة. فبيتعصب حسام على صلاح وبيقوله إن هو ليه النتيجة في النهاية. فبيتضايق صلاح وبيخرج من الأوضة. وبعدها بيجي لسما فكرة، وهي إنهم يخلوا الفريق كله يسهر في ملهى قبل الماتش بيوم، وبيخرجوا كلهم في الملهى. وبيبعد حسام أشطر اتنين في الفريق، وبيخلي واحد فيهم يسافر للنوبة علشان يشوف والدته، والتاني بيروح فيصل علشان يعمل رخصة للعربية. وتاني يوم بيفتح عاب التلفزيون للأرواح وبيودعهم كلهم قبل ما يحضر الماتش، وبيتأثروا كلهم هما بيودعوه. وفي الوقت ده بيحط حسام الخطة اللي الفريق هيمشي عليها واللي هتضمن له إنهم يخسروا الماتش. وفعلا بيخسروا في أول شوط 7-0، وفي تاني شوط بيتصاب اتنين منهم. وساعتها صلاح بيتدخل وبيبدلهم بلعيبة موهوبة، واللي بينجحوا في إنهم يدخلوا أجوان كتير. فبيرتبك حسام في نفس الوقت اللي الأرواح بيقرروا فيه إنهم يروحوا النادي يتفرجوا على الماتش بنفسهم، بسبب إن جدة حسام قعدت قدام التلفزيون وقلبت القناة. وبيروحوا كلهم ما عدا باني علشان يقعد مع جدة حسام لوحدهم، واللي بيطلب حسام من عاطف إنه يساعده ويجيب باني، وده لأنه جات له فكرة، وهي إنه يخلي باني ينفخ في ودن حارس المرمى، وساعتها الجون هيدخل فيه بسهولة. وبيفرحوا كلهم لما الفريق بتاعهم بيخسر. وبيطمن إيهاب واللي بيشكر حسام وكل الأرواح، وبيقول لباني إنه هيوحشه. وبيتفاجئوا لما بيكتشفوا إن إيهاب يعرف اسمه الحقيقي، وده لأن باني فقد الذاكرة بعد الحادثة. لكن إيهاب مش بيلحق يقول الاسم، وبيقول حرف العين بس وبيختفي بعدها على طول. وبعدها بيختار حسام الروح التانية اللي هينفذ طلبها، وبيختار عاطف واللي بيحكي له قصته، واللي بيعرفه إن هو جاله مرض التقلقل العاطفي بسبب إن في شباب وقعوه في البحر ودماغه اتخبطت في حجر، ومن وقتها وهو مصاب بالمرض ده ومش قادر إنه يتعالج منه. وإن الأعراض أول مرة ظهرت فيها كانت في كتب كتابه على خطيبته رانيا اللي كان بيحبها، وإن هو ساعتها قعد يضحك لما المأذون قال البكر الرشيد. ومن وقتها وسمعة خطيبته باظت في كل حتة. وبيبقى طلب عاطف ساعتها إن رانيا تتجوز وتعيش حياة سعيدة، وده لأنه حاسس بالذنب بسببها. فبيوافق حسام وبيروح هو وكريم المنطقة اللي رانيا عايشة فيها علشان يتعرف عليها. وبيتصدم وقتها حسام لما بيسمع الجيران وهما بيتكلموا عليها، وبيظهر إن كل الناس بقت شايفينها مش كويسة بسبب اللي حصل، لدرجة إن أبوها مش عارف إنه يتكلم مع أي حد من المنطقة وما بيشيلش عينه من على الأرض. وفي الوقت ده بتوصل رانيا وبتطلب من سواق الأوبر إنه ينزلها قدام البيت علشان ما تسمعش كلام جيرانها، لكن السواق بيرفض. وساعتها أطفال المنطقة كلهم بيمشوا وراها وبيقولوا عليها إنها شمال. وبيقلق حسام ساعتها، وده لأن طلب عاطف مش سهل إنه يحققه في منطقة زي دي. وبيقرر إنه يروح مكتب جواز علشان يدور على عريس لرانيا، ولكن ساعتها صاحب المكتب بيطرده، وده لأنه عارف قصة رانيا. وفي الوقت ده بتكون سما في الكوافير وبتسمع واحدة وهي بتتكلم عن ابنها وبتدور له على عروسة. فبتقترح وقتها سما عليها إن هي تخطب له رانيا، ولكن ساعتها بتطردها صاحبة الكوافير من المكان، وده لأنهم كلهم عارفين قصة رانيا برضه. وبيحاول وقتها كريم هو كمان إنه يدور على عريس لرانيا، وبيختار واحد من زبائن الأوتيل، واللي بيتخانق مع كريم لما بيشوف صورة رانيا وبيلغي الحجز بتاعه. فبيحبط حسام جدا وبيطلب من عاطف إنه يغير طلبه، وده لأنه مستحيل يتحقق. لكن عاطف بيبقى مصر وبيقوله إن طلبه الوحيد إن رانيا تعيش حياة كويسة بعد ما سمعتها اتدمرت بسببه. فبيتعصب كريم وبيقوله إنهم دوروا في كل حتة ومش لاقيين أي عريس علشان يتجوزها، لحد ما في الوقت ده بيفتكر تامر صاحبهم واللي شخصيته كانت ضعيفة جدا، وعلشان كده كانوا بيتنمروا عليه دايما. وتاني يوم بيزوروا تامر في بيته فعلا، وبيكتشفوا إنه لسه زي ما هو متغيرش. وبيتفاجئوا لما بيلاقوا السباك وأهله عايشين في بيته بقالهم شهر، وده لأن السباك مش لاقي جلدة للحنفية. وبيترعب تامر أول ما بيشوف حسام وكريم بسبب اللي كانوا بيعملوه، وبيقول لهم تامر إنه مدخلش الحمام لمدة أسبوعين بعد ما خوفوه منه لدرجة إنه كان هيموت. فبيحاول حسام إنه يهديه وبيسأله إن كان نتجوز، وبيطمن لما بيعرف إن تامر لسه متجوز، وبيعرض عليه إنه يتجوز رانيا، وبيقول له قد إيه إن هي بنت كويسة جدا وأخلاقها عالية. فبيتحمس تامر وبيوافق على طول، لكن عاطف مش بيبقى مقتنع بيه، لكن حسام بيسكته ده لأنه عايز خطته تنجح بأي شكل. وبعدها بيروح تامر فعلا لبيت رانيا علشان يطلب ايديها، وبعد ما بيدوا رشوة لكل الجيران علشان يغيروا كلامهم ويمدحوا في رانيا قدام تامر، واللي مش بيكتشف اي حاجة وبيطلب ايديها من والدها. ولكن في الوقت ده بتخرج رانيا وبترفض تامر، وده لانها مش عايزة تتجوز بالطريقة دي. فبيفرح عاطف ساعتها وبيقول لحسام انه متأكد ان رانيا هترفض،
بيرفض، وده لأن طول عمرها شخصيتها قوية. لكن والد رانيا بيوافق إنه يديهم فرصة يتعرفوا على بعض. وفي الوقت ده بتتصل سما على حسام وبتطلب منه إنه يروح لهم البيت بسرعة، وبيرتبك حسام لما بيشوف الفيديو اللي صلاح بعته لخالته واللي بيظهر فيه حسام وهو بيكلم نفسه. وبيحاول حسام إنه ينكر لكنه بيفشل وبيستسلم في النهاية، وبيعترف إن هو اللي في الفيديو، وبيمثل على حماته قد إيه إن هو منهار وده لأنه لسه تعبان من بعد الحادثة، وبيقول لهم إن اللي حصل ما كانش قليل. فبيتعاطف حماه معاه، لكن حماته بتفضل مصرة على موقفها وبتسأله عن ميعاد جوازه من بنتها. فبيضطر حسام إنه يحدد ميعاد، وبيقول لهم إنه هيكتب الكتاب بعد أسبوع. ولما بيرجع حسام من البيت بيقعد مع الأرواح وبيبقى محتار جدا، وده لأنه مش بيلاقي أي طريقة علشان يقدر يخلي رانيا تحب تامر. فبيطلب من عاطف إنه يقوله على الحاجات اللي هي بتحبها، لكن عاطف بيبقى متردد وده لأنه شايف إن تامر مش مناسب لرانيا. لكن مع ذلك بيقول لحسام على الحاجات اللي هي بتحبها، وبيقوله إن هي بتحب التحدي. فبيجي لحسام فكرة وبيروحوا كلهم لمكان فيه ألعاب بتعتمد على التحدي والذكاء، لكن تامر مش بيقدر إنه يحل أي لغز فيهم. في نفس الوقت اللي كريم بيحل فيه كل الألغاز، وبتعجب رانيا جدا بذكائه. ولما بيخرجوا من مكان بتتكلم مع تامر وبتقوله إن هي مش هتقدر تتجوزه وده لأنهم مش شبه بعض، وبعدها على طول بتوافق إنها تخرج مع كريم. وتاني يوم بيشغل حسام التلفزيون للأرواح علشان يسليهم، لكنهم بيتخانقوا مع بعض على الحاجات اللي عايزين يتفرجوا عليها. فبيتعصب حسام وبيسيبهم وبيمشي. وفي الوقت ده بيوصل كريم وبيظهر عليه إنه مبسوط جدا. فبيستغرب حسام وبيسأله عن سبب اختفائه. فبيعرف عاطف إنه حسام ورانيا خرجوا يتعشوا بالليل وكمان هيخرجوا الصبح علشان يفطروا. وبيحكي وقتها كريم لحسام عن اللي حصل، وبيقوله إن هما اتكلموا كتير جدا واتمشوا في المعز سوا. فبيقلق حسام وقتها وبيخاف إن خطته تفشل، لكنه بيتفاجئ لما كريم بيقوله إنه بيحب رانيا. وبعدها على طول بيقرر كريم إنه يخطب رانيا، وبيتأثر عاطف لما بيشوف رانيا وهي عروسة. وفي الوقت ده بتوصل سما وبتبقى متضايقة وده لأن كريم بيتجوز وهي لسه. وبيفضل عاطف موجود في الخطوبة وبيسأله حسام عن الوقت اللي هيمشي فيه. فبيقول له عاطف إن هو اطمن على رانيا وبيطلب منه إنه يخلي كريم ياخد باله منها. فبيوافق حسام وبيستغرب من الطريقة اللي عاطف بيختفي بيها وده لأنه بيختفي بطريقة مختلفة عن إيهاب. وفي تاني يوم بيقعد حسام مع الأرواح علشان يختار الروح اللي عليها الدور. وفي الوقت ده بيكتشف إن باني مش موجود، وبيتصدم لما بيعرف إنه موجود في أوضة جدته. فبيخرجوا حسام من الأوضة بسرعة وبيحذروا من إنه يدخلها تاني، لكن باني بيكون معجب جدا بجدة حسام، واللي بيجيله وقتها فكرة وهي إنه يحقق أمنية باني ويجوزوا جدته علشان روحه تختفي. فبيوافق باني على الفكرة فورا، وساعتها بيشتري حسام فستان لجدته وبيحاول يقنعها إنها تلبسه. ولكن بيكتشف وقتها إن جدته معجبة بابن خالتها وإن هما بيتكلموا طول الوقت سوا. فبيستغل حسام الفرصة وقتها وبيقنعها إنها تلبس الفستان علشان تجربه، وبيخليها تقف جنب باني وهي مش ملاحظة. وبيرقص حسام مع جدته وهو بيقول لها إنه بيوريها صورة كاملة للفرح. فبتتبسط جدته وبتطلب منه إنه يصورها علشان تبعت الصور لابن خالتها. فبيتصدم وقتها باني لما بيعرف إن هي بتحب حد تاني، وبيرجع في رأيه على طول وبيقول لحسام إنه الاتفاق اللي بينهم اتلغى. وبعدها بيختار حسام الروح اللي عليها الدور واللي هيحقق لها طلبها، وبيبقى متعصب جدا بسبب اللي باني عمله، وبيطلب منهم انهم يركزوا شويه علشان ما يرجعوش في رايهم تاني. وبيلعب ملك وكتابه علشان يختار ما بين سحر وبكنام، وبتكسب وقتها سحر واللي بتقوله ان هي عايزاه يعمل اي حاجه لطاطا اخوها. فبيستغرب حسام وبيبقى شايف ان طلبها سهل جدا، وبتفضل سحر تمدح في اخوها وبتقوله ان قد ايه هو جميل جدا، وان الناس كانت بتتلخبط ما بينهم وهم صغيرين لكن حظه قليل في الدنيا. وتاني يوم بيخرج حسام مع خطيبته كريم ورانيا، واللي بتبقى لابسه نضاره علشان ما حدش يعرفها. فبيستغرب حسام وبيطلب منها انها تقلع النضاره وده لانها مكبره الموضوع. فبتسمع رانيا كلامه، واول ما بتقلع النضاره بتلاقي الناس حواليها بيطلبوا انهم يتصوروا معاها، وبيظهر ان كل اللي في المكان عارفين بقصتها. وبيتعصب وقتها كريم وبيتخانق مع الناس وبيسيب المكان وبيمشي مع حسام علشان يروحوا لطاطا. وبتفرح سحر جدا لما بترجع بيتها وبتفضل تفتكر ذكرياتها في البيت. وبيتضايق كريم وبيطلب من حسام انه ينجز وده لانه زهق من كتر ما هو بيكلم نفسه. فبيهدي حسام وبعدها بيخبط على طاطا واللي مش بيبقى عايز يفتح الباب، وده لانه مش بيخرج من بيته بقاله فتره طويله، وبيطلب منهم انهم يقابلوه عند الشباك. وبيتفاجئ وقتها حسام لما بيشوفه ده لانه بيكتشف ان سحر كانت بتكذب وان طاطا مش جميل ولا حاجه. وبيعرفوا حسام ان سحر اخته كانت موصيه عليه وان هو هينفذ له اي حاجه هو بيتمناها. فبيطلب طاطا منهم انهم يروحوا عند الباب
الباب، فبيتعصب عليه وبيطلبوا منه إنه يفتح ويخرج بسرعة، وده لأنهم مش هيعيدوا الكلام من تاني، وبيقنعوا أخيرا حسام إنه يخرج معاهم وياكلوا كبدة. فبيوافق طاطا، ولما بينزلوا بيلاقوا الأسانسير عطلان، فبيستغربوا كلهم، وده لأنه كان شغال وهم طالعين. فبيقرروا ساعتها إنهم ينزلوا من على السلم، وبيتفاجئوا لما بينزلوا الدور الرابع وبيلاقوا إن الطوب بيقع من السقف. فبيطمنهم طاطا وبيقول لهم إن ده عادي، وإن الدور ده بس اللي بيحصل فيه زلزال. لكن كريم وحسام مش بيقتنعوا، ومع ذلك بيعدوها وبينزلوا كلهم. وبمجرد ما طاطا بيركب العربية بتاعته الفجأة، فبيشك كريم إن العيب في طاطا وإن هو نحس. فبيضطروا في النهاية إنهم يمشوا لحد عربية الكبدة، وده لأنه قريب جدا. لكنهم بيتفاجئوا لما بيلاقوا إن الشارع مقفول، وبيفضلوا ماشيين 4 ساعات لحد ما الليل بيجي عليهم، وأخيرا بيوصلوا لعربية كبدة تانية. ولكنهم لما بيطلبوا الكبدة بيكتشفوا إن العيش هيوصل لهم بعد ساعتين. فبيتخنق حسام وبيقرر إنه يتكلم مع طاطا، وبيسأله عن اللي هو عايزه، وبيقترح عليه في النهاية إنهم يجوزوه. لكنه بيترعب لما بيعرف إن طاطا كان خاطب واحدة قبل كده وماتت، وبعدها خطب أختها ولكنها اتعمت. وفي الوقت ده بيجي فكرة لكريم، وهي إنهم يفتحوا كشك لطاطا، واللي بيعجب بالفكرة وبيوافق على طول. وتاني يوم بيروح حسام الحي علشان يطلع الترخيص، وبيبقى معاه كريم، واللي بيخاف يحصل لهم حاجة بسبب طاطا، وبيقول لحسام إنهم مش هيعرفوا يعملوا الترخيص بسبب نحسه. لكن حسام بيطمنه، خصوصا لما بيدخلوا المكتب وبيلاقوا كل حاجة سهلة، والموظف بيخلص لهم الورق بسرعة ومش بيبقى فاضل غير امضته. وفي الوقت ده بيتصل طاطا بحسام، واللي بيترعب فورا وبيقفل التليفون بسرعة. وبعدها على طول بتوصل الشرطة وبيقبضوا على الموظف. فبيتعصب كريم على حسام، وده لأنه ساب رقمه مع طاطا. وبيتخانق حسام مع سحر، وده لأنها مش عاجبها الكشك وعايزة تعمل أخوها مول. وفي الوقت ده بيظهر موظف تاني، وبيستغرب لما بيشوف حسام وهو بيكلم نفسه، وبيقرر إن هو يساعده لما بيشوف ورق الكشك معاه، وبيقوله إن هو هيخلي المدير يمضي بنفسه عليه، وإن هو هيجيب له الورق لحد عنده لما يخلصه. فبيفرح حسام وقتها، لكنه في نفس الوقت بيخاف إن الموظف يجراله حاجة بسبب نحس طاطا. وبعدها بيجي يوم كتب كتاب حسام، وبعد ما بيجهز بيشغل التلفزيون للأرواح، وبيطلب منهم إنهم يفضلوا في الأوضة وما يظهروش قدامهم خالص. وبتتحمس وقتها سما جدا، وده لأنها أخيرا هتتجوز. ولكن بيتصدم حسام لما بيشوف طاطا، وبيعرف إن كريم هو اللي عزمه من غير ما يقصد، وبيخاف حسام إن كتب الكتاب يبوظ بسببه. وفجأة بتتعب جدة حسام بعد ما طاطا شافها وهي بترقص وحسدها. وفي الوقت ده بيكون صلاح موجود، وبيبقى نفسه يأجل الجوازة بأي طريقة، وبيحاول حسام إنه يتماسك علشان جوازه ما يبص. لكنه بيقلق لما بيلاقي كل المعازيم بطاقاتهم منتهية، ومش بيبقى فيه غير بطاقة طاطا هي اللي سارية. وساعتها بيترعب حسام إن اسم طاطا يبقى على قسيمة جوازه. وفجأة بيوقع طاطا العصير على الورق، فبيفكر حسام إنه يأجل كتب الكتاب. لكن حماته بتتعصب عليه وبتقوله إن هي مش هتأجل حاجة. وفجأة بتقع حماته على فرع النور وبتتكهرب لحد ما حسام بينقذها. وبعدها على طول كل العربيات اللي في المكان بتتسرق. فبيتعصب كريم على طاطا وبتطرده من البيت. وفي الوقت ده اللي بيشمت فيه صلاح في حسام وبيعايره، وده لأنه مش جد. وبيزعل وقتها حسام جدا لما سما بتقرر إنها تسيبه، وبتقوله إن هي عملت كل حاجة تقدر عليها لكن هو اللي مش عايز، وبتسيبه وبتمشي. وبعدها على طول بيتصل الموظف بحسام، واللي بيقوله إنه هو خلص الورق، لكن ناقص خطوة أخيرة، وهي إنه صاحب الكشك لازم يمضي عليه بنفسه. فبيقلق حسام إن الورق ما يكملش بسبب طاطا، واللي بيروح للحي وبيشغله بخور كتير علشان يمنعوا شره. وبيستنى الموظف حسام قدام الحي، وفجأة التكييف بيقع على دماغه. وبيحبط وقتها حسام جدا، وبيدعي على سحر هي واخوها. فبتقوله ان اخوها قلبه طيب، وانه هو وصلها لما كانت مسافرة وكان فرحان بيها جدا. وساعتها بيكتشف حسام ان تاتا هو اللي حسدهم، وعلشان كده الطيارة وقعت بيهم. وفي الوقت ده بيدخل كريم عليهم، وبيعرف حسام ان كل حاجة خلصت. وبعدها بيوصل الكشك فعلا، وبيسلمه حسام لطاطا. وفي الوقت ده بتودع سحر بقية الأرواح، وبتزعل باكينام لأن سحر هتسيبها لوحدها. وفي النهاية بتودع سحر حسام، وهي بتقوله إنه يطمن على أخوها، وبتختفي. وفجأة بيدخل توك توك في الكشك بتاع طاطا، فبيسيبه حسام وبيمشي فورا. وبيجتمع حسام بعدها مع بقية الأرواح علشان يختاروا اللي عليه الدور. وبيقرر إنه يبدأ بباني، لكن بيبقى في مشكلة إن هو مش فاكر أي حاجة. وبيحاول وقتها حسام إنه يعرف اسمه، وبيفتكر إن إيهاب قبل ما يختفي قال أول حرف من اسمه.
فبيجي فكرة لكريم وهي إنهم يدوروا على أسماء الناس اللي ماتت في الطيارة. فبيعجب حسام بالفكرة وبيفضل يدور لحد ما بيلاقي اسم عوني، وبيعرف وقتها إن هو اسم باني الحقيقي، وبيساعده كريم وبيجيب له عنوانه. وتاني يوم بيروح حسام لبيت باني وبيقابل سعاد مراته، واللي بيكتشف إن هي بخيلة جدا. وبيتفاجئ حسام لما بيعرف إن باني هو اسم حفيد عوني. وبيتكلم حسام مع سعاد وبيقوله إنه جوزها موصينه يحقق له أي حاجة هو كان عايزها. فبتفرح سعاد جدا وبتقول إن جوزها كان عايز يشتري لها جاكيت حريمي. فبيقول باني لحسام إن مراته كدابة وإن هو ما كانش عايز يجيب لها حاجة. وبتطمع وقتها سعاد وبتبقى عايزة تطلع كمان رحلة على حساب حسام. وبيستغل باني الصغير إن جدته بتدخل المطبخ، وساعتها بيعرف حسام إن جده كان عنده خلطة سحرية وإنه يفتح عربية أكل وكل الناس تاكل منها. وساعتها بيفتكر باني إن الخلطة السحرية كانت فراخ بانيه. فبينادي حسام على سعاد وبيسألها على مكان الخلطة السرية، لكنها بترفض تقوله أي حاجة غير لما يسفرها الأول. فبيحبط حسام وبيتصدم لما بيرجع البيت وبيلاقي عاطف مستنيه. ومش بس كده، لكن كل اللي حواليه شايفينه. وساعتها بيكتشف إن عاطف أصلا ما ماتش وإن هو كان في غيبوبة وفاق، وإنه كمان خف من مرض التقلقل اللي كان عنده. وبيرتبك كريم لما عاطف بيطلب منه إنه يسيب رانيا، وده لأنه عايز يرجع لها. في نفس الوقت اللي بتتصل رانيا بكريم وبتفضل تشتم في عاطف، وده لأنه راح لها البيت وطلب منها إنها ترجع له. وبيتضايق عاطف لما بيسمع كلامها، وساعتها بيخاف كريم وبيقفل التليفون على طول. وساعتها بيحاول حسام إنه يحل الموضوع وبيوعد عاطف إنه هو بعد ما يخلص من حوار بانيا هيخلي كريم يسيب رانيا، لكن بيظهر إنه حسام بيكذب عليه علشان يخلص منه. فبيصدقه عاطف وبيمشي. وتاني يوم بنشوف سما وهي حزينة ومش بتخرج من البيت بعد اللي حصل في كتب كتابها. وبيقعد والدها معاها وبيحاولوا إنه يهون عليها، وبيوعدها إن هي هتقابل ناس كتير وهتحب وتتحب. وبنرجع لحسام اللي بيحاول إنه يلاقي طريقة علشان يوصل للخلطة. وبتقترح رانيا عليهم إن هي تساعدهم، وبتقوله إنها هتقدر تعطل سعاد لحد ما هما ياخدوا ورق الخلطة من أوضة النوم بتاعتها. فبيوافق حسام وبيتنكر هو وكريم في عيد ميلاد باني الصغير. وبتمثل رانيا على سعاد وبتقول لها إن هي اللي منظمة الحفلة. وبيدخل حسام وكريم أوضة النوم وبيلاقوا الخلطة في الدولاب بسهولة. وفي الوقت ده بيجي رسالة لحسام من سما، فبيقرر إنه يروح لها البيت فورا. وبنعرف إن صلاح اتقدم لسما واللي مش بتبقى موافقة، وده لأنها لسه بتحب حسام. وبتفرح جدا لما بيروح لها البيت بسرعة علشان يرجع لها، لكن صلاح بيتريق عليه بسبب اللي هو رسمه على وشه. فبيتفاجئ هو وكريم، وده لأنهم بيكتشفوا إنهم كانوا ماشيين في الشارع بنفس الشكل. وبيتكلم حسام مع أهل سما وبيقول لهم إن هو حياته باظت من ساعة الحادثة وإن هو شاري سما وبيحبها. فبيوافق والد سما إنه حسام يرجع لبنته، وده لأنه عارف كويس إنها بتحبه. وبيتضايق صلاح جدا وبيكره حسام أكتر. وبترجع بعدها سما تساعد حسام علشان يحقق طلبات الأرواح ويتجوزوا بعدها على طول. وبيتفاجئ حسام لما بيقرا الخلطة السرية بتاعت باني واللي بيلاقيها عادية جدا، لكن بتبقى المشكلة إن باني كتب في وصيته إن شيكو الممثل هو اللي يعمل الإعلان بتاع الخلطة. فبيضطر حسام وكريم إنهم يزوروا شيكو في التصوير، وبيكذبوا عليه وبيفهموه إنهم مخرجين إعلانات، وبيحاولوا يقنعوه إن هو يعمل الإعلان بتاع خلطة باني. لكن شيكو بيرفض، وده لأنه بقى نباتي وما بقاش ياكل اللحوم. فبيقول له حسام إن هو مش هيخليه ياكل الفراخ في الإعلان. فبيتعصب شيكو عليهم، واللي بيعرفهم إن هو لسه متخانق مع المنتج، وده لأنه جاب له أكل فيه فراخ. وبيفضل مصر ومش بيوافق لحد ما في الآخر بيعمل الإعلان، وده لأن عاطف ساعد حسام. وبيظهر إن شيكو بيسمع كلام عاطف، وبيستغرب وقتها حسام جدا ومش بيبقى فاهم إزاي هو أقنع شيكو، ومع ذلك بيشكر عاطف، واللي بيقوله إن هو ساعده في موضوع باني علشان يخلص موضوع رانيا. فبيتحجج حسام بكلامه وبيقوله إن هو هيخلص طلبها وهينفذ له اللي هو عايزه على طول. فبيصدقوا عاطف تاني وبيسيبه وبيمشي. وبعدها بيودع باني بقية الأرواح، وبيبقى متأثر جدا وهو ماشي، وبيطلب من حسام إنه يسلم له على جدته. فبيودعه حسام وبيرجع البيت مع باكنام وشاكر، واللي بيتخانقوا بعدها هما الاتنين سوا علشان يحققوا طلباتهم الأول. لكن باكنام بتقدر تأثر على شاكر وبتقنعه إن هي اللي تبدأ الأول، وده لأنها مش عايزة تبقى لوحدها من بعده. فبيتأثر شاكر وبيوافق على طول. وبعدها بتبدأ باكنام قصتها، وبتقول له حسام إنها عندها بنت اسمها كايا، وإنها بنتها الوحيدة وأهم حد في حياتها. لكن حياتها اتقلبت لما طارق اتقدم لبنتها، وإن هي وقتها عجزته وطلبت منه طلبات كتير علشان يسيبها. لكن بنتها وقتها زعلت منها لأنها بتحبه، وعلشان كده اضطرت إنها توافق على الجواز. وبتطلب باكنام وقتها من حسام إنه يبوظ الجوازة بسرعة، وده لأن طارق مش من مستواهم. فبيقول لها حسام إنهم المفروض يسألوا بنتها الأول ويشوفوا إن
كانت عايزة تسيبه ولا لأ. فبتتعصب باكينام وبتهدده إنها هتفضل موجودة في حياته لو محققتش طلبها. فبيضطر وقتها حسام إنه يوافق، وبيقعد مع سما وكريم وبيقول لهم على الخطة بتاعته، وبيطلب من كريم ورانيا إنهم يقابلوا منظم الأفراح اللي هيعمل فرح كايا، ويتفقوا معاه إنه يعمل لهم فرحهم واللي هيبقى في نفس يوم كايا، علشان ساعتها حسام يتدخل ويبوظ الفرح. وتاني يوم بيروح هو وسما الجيم اللي كايا بتلعب فيه علشان سما تتعرف عليها وتقنعها بأي حاجة هما عايزينها. وبتبدأ سما تتعرف على كايا وبتفضل تتكلم كتير، لكن كايا مش بتبقى فاهمة حاجة من اللي هي بتقولها. وبتعرفها سما إن هي كمان مخطوبة زيها في نفس الوقت اللي كريم ورانيا بيكونوا قاعدين فيه مع منظم الأفراح، وبينجحوا إنهم يخلوه ينظم فرحهم، خصوصا لما بيعرفوا إن في شخصيات مهمة جدا هتحضر الفرح. وبتنهار كايا وقتها أول ما منظم الأفراح بيبعت لها رسالة وبيعتذر لها عن الشغل. فبتتدخل سما وبتقول لها إن خطيبها منظم أفراح وإن هو هيساعدهم. وبتعرفها سما على حسام واللي بيمثل عليها إنه مشغول جدا، لكن اليوم الوحيد اللي فاضي فيه هو يوم فرحهم. فبتضطر كايا إنها توافق، وده لأنها ما عندهاش حل تاني. وبيقعد حسام مع كريم وخطيبته وبيحاولوا إنهم يدوروا على أفكار علشان يبوظوا الفرح. وبتقترح وقتها سما إنهم يشغلوا أغاني لحمو بيكا علشان تبوظ الفرح. فبتسخر باكينام من اقتراح سما وبتطلب من حسام إنه يسيبها، وبتطلب باكينام منه كمان إنه يركز مع طارق وإنه يحاول يلاقي عيب فيه وساعتها بنتها تكرهه. فبيوافق حسام وبيسألها عن شغله، وبنعرف إن هو بيشتغل دوبلير. وبيتصدم حسام لما بيروح موقع التصوير وبيشوف طارق وهو بيتضرب جامد، وبيظهر إنه بيتضرب حقيقي فعلا لحد ما بينجرح. وبيشكر المخرج في طارق. فبيحاول حسام إنه يعرف عيوبه، لكن المخرج بيفضل يشكر فيه وبيقول له إنه مؤدب جدا وإنه عيبه الوحيد إن بشرته دهنية. فبيستغرب حسام وبيتأكد من كلام المخرج لما بيقعد مع طارق وبيحاول إنه يوقعه في الغلط، وبيقترح عليه إنهم يروحوا بار، لكن طارق بيرفض وبيقول لهم إنه مش بيحب الشرب وإنه مش بيحب حد غير كايا. فبيتعصب حسام منه وبيسيبه وبيمشي هو وكريم، واللي بيحس بالذنب علشان هيبوظوا الجوازة. وبيحاول وقتها حسام إنه يغير رأي باكينام وبيطلب من كريم وسما إنهم يتكلموا ويقنعوها، لكن باكينام بتكون واقفة في مكان تاني غير اللي هما واقفين فيه ومش بتقتنع بأي حاجة من اللي هما بيقولوها وبتفضل مصرة على رأيها. وفي الوقت ده بيوصل شاكر واللي بيقول لباكينام إن هو اللي هيساعدها، وبيعرفها إنه شاف طارق وهو مع واحدة. فبيتحمس وقتها حسام وبيعرف منه العنوان بسرعة، وبيروحوا كلهم بعد ما بيكلموا كايا وبيعرفوها. لكن كايا مش بتبقى مصدقة اللي هما بيقولوه ده لأنها واثقة في طارق، لكنها بتتصدم لما بتلاقي طارق وهو واقع من البلكونة قدامها وبيبقى لابس الروب، وبتفضل تتخانق معاه لكنه بيبقى خايف وبيطلب منها إنها تمشي بسرعة. وفجأة بيظهر واحد وبيضرب طارق بالنار، فبتترعب كايا وبتجري عليه علشان تلحقه. وفي الوقت ده بيزعق المخرج وده لأنهم بوظوا المشهد، وبيتفاجئوا كلهم لما بيعرفوا إن طارق كان بيمثل وبيضطروا إنه يعيد المشهد من تاني. وبعدها بيقعد طارق مع كايا وبتكون باكينام سامعاهم، وبتتفاجئ هي كمان لما بتكتشف إنها كانت ظالمة طارق وإن هو فعلا بيحب بنتها، وده لأنه بيتعب جدا علشان يخلي كايا تعيش في نفس المستوى اللي كانت عايشاه. وكمان بيرفض لما كايا بتطلب منه إنه يقعد معاها في الفيلا بتاعتها وده لأنها بتاعت والدتها. وبتتأكد باكينام وقتها إن طارق فعلا مؤدب ومحترم، وعلشان كده بترجع في طلبها وبتطلب من حسام إنه يكمل الجوازة. فبيتعصب حسام عليها وبيقول لها إن هي ليها طلب واحد بس، فبتقوله إنها عندها حق تغير طلبها. فبيوافق حسام وبيساعد كايا إنها تتجوز طارق. وفي الفرح بتقف باكينام جنب بنتها وهي عروسة، وبتحس كايا إن والدتها جنبها وبتبقى متحمسة جدا. وساعتها بتقرر باكينام إن هي تلبس روح حسام علشان تقدر تحضن بنتها، وبتناديها بالدلع اللي هي بتقوله لها على طول. فبتستغرب كايا وبتتأثر، لكنها بتتصدم بعدها على طول وبتزق حسام. فبتخرج باكينام من جسمه وبتودعهم وبتمشي في نفس الوقت اللي طارق بيشوف فيه حسام وبيتعصب عليه وبيضربه. وبعد الفرح بيطلب حسام من شاكر إن هو يقول طلبه. فبيقول له شاكر إن كان في ممثل في الفرقة موهوب جدا واسمه عبد الرحمن، لكنه اختفى فجأة وبطل تمثيل، وإن هو وقتها حاول يدور عليه علشان يخليه يمثل معاه تاني لكنه ملحقش وده لأنه مات في الطيارة. وبيطلب من حسام إنه يدور على عبد الرحمن ويخليه نجم مصر
وبيقوله إنه عارف مكانه. فبيروح حسام فعلا للمكان اللي بيشتغل فيه عبد الرحمن، وبيتفاجئ لما بيلاقيه لابس لبس الغوريلا في افتتاح محل، وبيعرف إن هي دي شغلته. وبيتصدم عبد الرحمن لما بيسمع اسم شاكر، وفجأة بتظهر عربية وبتخبطه وهو ماشي. وبعدها بيوصلوا عبد الرحمن المستشفى وبيطمنوا لما بيعرفوا إن هو كويس. وبيتعصب عبد الرحمن عليهم وده لأنه مش لاقي راس الغوريلا، وبيتضايق أكتر لما حسام بيجيب له اسم شاكر تاني. وبعد ما بيخرج عبد الرحمن من المستشفى بيرجع لبس الغوريلا، وبعدها بيقعد مع حسام وكريم وبيحكي لهم اللي شاكر عمله معاه، وبيقول لهم إنه كان نفسه يمثل وكان معجب جدا بفرقة شاكر، وعلشان كده كان مستعد يمثل أي دور معاه، لحد ما شاكر وافق في النهاية إنه يمثل معاه دور جرسون صامت. فبيفرح وقتها عبد الرحمن وبيجهز للدور بسرعة، وبينجح فعلا إنه يرتجل على المسرح، وبيعجب الجمهور بيه جدا وبيفضلوا يسقفوا له. وعلشان كده بيتضايق شاكر منه وبيغير، وساعتها بيقرر إن هو يصغر دوره على المسرح بعد ما نجح وأدواره كبرت، ومش بيديله من بعدها فرصة إنه يتكلم، وكمان بيموت الشخصية بتاعته في أول المسرحية. وبعدها ثقة عبد الرحمن اتهزت في نفسه، وبقى بيروح المسرح بس علشان شخصيته تتقتل. فبيصعب عبد الرحمن على حسام وبيوعده إنه هيساعده وهيخليه يكمل مشواره. وبيتدخل وقتها كريم وبيقنع عبد الرحمن إنه يرجع للتمثيل مقابل مبلغ كبير هياخده من حسام، واللي بيتضايق وبيدي على شاكر، واللي بيقول إن هو ده طلبه الوحيد. وتاني يوم بيقابل حسام مدير الفرقة بتاعت شاكر، وبيطلب منه إنه يخلي عبد الرحمن يرجع يمثل. فبيتحمس مدير المسرحية جدا، وده لأنه متأكد من موهبة عبد الرحمن، وبيقول له إنه هيخليه يمثل معاهم في السيزون الجاي واللي بتكون بعد سنة. فبيحاول حسام يقنعه إنه يخليه يمثل معاهم في المسرحية اللي شغالين عليها، وده لأنه عايز يخلص من روح شاكر بأي طريقة. فبيوافق المدير إنه يخليه يشتغل معاهم، وده لأن الفرقة اللي معاه مش شغالين كويس، وإن وجود عبد الرحمن هيخليهم يركزوا علشان المنافسة اللي هتبقى ما بينهم. وبيفرح وقتها عبد الرحمن لما بيعرف إن هو هيعمل دور البطل، وساعتها باقي الممثلين اللي في الفرقة بيتضايقوا، وبيتقمص عبد الرحمن الدور وبيحاولوا إنه يجهز. في الوقت اللي بيتصل مدير الفرقة بحسام وبيعرفوا إن في مصيبة، وبيتفاجئ لما بيروح المسرح وبيشوف عاطف، وبيعرف إن هو اللي أقنع الممثلين إنهم ينسحبوا من العرض، خصوصا بعد ما عبد الرحمن اشتغل معاهم. وهم مش بس كده، لكن كمان المؤلف انسحب. فبيدعي عبد الرحمن وقتها عليهم، وده لأنه خسر بسببهم شغله ومش هيلبس الغوريلا تاني. وساعتها بيسأل حسام المدير عن الحل، فبيعرفهم إن اللي حصل خسارة كبيرة ليهم وإنه ما عندوش أي حل. وساعتها بتيجي فكرة لحسام، وهي إنه يكتب اللي حصل معاه من بعد الحادثة ويخلي عبد الرحمن هو اللي يمثل دور البطل. وبيوافق وقتها مدير الفرقة على السيناريو، وبيقول لهم إن أهم حاجة إن المسرحية تتعرض. وبيبدأ حسام فعلا إنه يشتغل مع الفرقة الجديدة وبيجهزهم كلهم لحد ما بيجي يوم العرض. وبيسأل وقتها عبد الرحمن حسام عن السبب اللي خلاه يساعده، فبيقول إنه مضطر يعمل كده وإنه مش هيقدر يقوله على الأسباب. وبيتوتر عبد الرحمن قبل العرض على طول، فبيطلب شاكر من حسام إنه يخلي عبد الرحمن يقول الكلام اللي هو علمه له علشان الفرقة ما تتوترش. وبيفتكر وقتها عبد الرحمن كلام شاكر وبيردده كله للفرقة. وبعدها بيبدأ العرض إنه يعجب الجمهور جدا، خصوصا بعبد الرحمن. في نفس الوقت بيحاول عاطف إنه يتدخل علشان يبوظ المسرحية، لكن رانيا وكريم بيلحقوه. وبتتكلم رانيا مع عاطف وبتقوله إن هي بتحب كريم، وإن هي حتى لو سابته مش هترجع له هو تاني، وده لأنه دمر حياتها قبل كده وسوء سمعتها. ولكنها بتقوله في النهاية إن هي عارفة كويس إن هو طيب وإنه مش هيبوظ العرض. فبيتأثر عاطف وبيرجع في رأيه، وبيطلب من كريم إنه ياخد باله من رانيا. وبنشوف وقتها شاكر وهو واقف على المسرح وبيبقى متأثر جدا، وده لأنه نفسه يقف على خشبة المسرح لآخر مرة. فبيقرر وقتها حسام إنه يحقق له طلبه، وبيوافق إنه روحه تلبسه علشان يمثل الدور بتاعه. وبينجح الدور فعلا وكل الجمهور بيسقف لهم. وفي نهاية العرض بيشكر عبد الرحمن شاكر وبيقول له إن هو اللي علمه إزاي يقف على المسرح. فبيتأثر شاكر أكتر وبيشكر حسام قبل ما يختفي. وبعدها بيشكر حسام الأرواح، وده لأنهم علموه إن هو ما يفكرش في نفسه بس، وده لأنهم مهمين في دور بعض. وبعدها بفترة بنشوف حسام وهو في فرحه مع سما، وبيفرح لما بيشوف الأرواح لآخر مرة وهم فرحانين ليه وبيودعهم كلهم. وبعدها بيرقصوا كلهم وبيبقوا مبسوطين. وبعدها بيطلع حسام وسما لأوضتهم، وبيستغرب حسام لما بيشوف سما وهي بالفستان وقاعدة تاكل، وبتاكل كتير جدا لدرجة إنها بتبقى خايفة إن الفستان يتقطع. فبيحبط حسام في نفس الوقت اللي في حد بينادي فيه على حسام، وبيتصدم لما بيفتح الباب وبيلاقي واحد واقف قدامه وبيقوله إن هو روح من اللي كانوا معاه في الطيارة. فبيتصدم حسام وقتها واللي هيكون هيتجنن، وبيقفل الباب في وشه وبيخلص المسلسل. الصوت ده هو صوت عبد الله طارق وقلم وسكريبت
مي جلال. ما تنسوش تكتبوا لنا اللي فهمتوه من المسلسل، وتكتبوا لنا حاجات كتير علشان نلخصها، واستنونا في فيلم جديد في الخلاط. سلام.